هلو اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. عودة الايام ورمضان مبارك عليكم جميعا يا رب. سامعين الصوت؟ هو ده. قرمشة جميلة وطعم لذيذ لأحلى سمبوسة أو سمبوسك حسب ما تسموها. المهم إن هو طبق أساسي على عزوماتنا وعلى فطار كل يوم في رمضان. يلا بسرعة نعمل مع بعض أحلى سمبوسة مقرمشة وجميلة. وبصوا مش شاربة زيت وطعم ولا أروع. يامي. شيل كمان. تحفة جدا. وكمان عملنا مع بعض هنا في الفيديو حشوة جديدة وجميلة مميزة جدا جدا. شايفين قد ايه مفرغة؟ شايفين انها قد ايه خفيفة؟ مش شاربة زيت، بالعكس. تحفة تحفة تحفة. يلا بسرعة. مقادير بسيطة جدا نعمل مع بعض أحلى سمبوسة بسيطة ولذيذة. يلا بسرعة لايك وشير ونبدأ مع بعض. بسم الله نعمل أحلى سمبوسة. السمبوسة حلاوتها ان هي بصوا مقاديرها موجودة فعلا في كل بيت. كل الحكاية شوية دقيق وشوية زيت وكمان بيضة وملح، مش اكتر من كده. حاجة بسيطة جدا لكنها لذيذة جدا وموفرة وطعم ولا اروع. يلا بسرعة. كل الحكاية 5 كوبايات من الدقيق وعليهم كوباية من النشا وبس معلقتين من السكر ورشة ملح و2 بيضة وبس 3/4 كوباية زيت زيتون. تقدري تستخدمي زيت نباتي بدل زيت الزيتون عادي جدا. تقدري طبعا كمان تعجنيها بإيدك أو في ميكسر. أنا هنا حطيت كله على بعضه في العجان. مفيش خميرة، مفيش بيكنج باودر، مفيش أي حاجة. نزلنا بالمواد الجافة الدقيق والنشا مع بعض، وبعد كده نزلنا بالبيض ومعلقة صغيرة من الخل علشان زفرة البيض، وبعد كده نزلنا بكوباية من المية الدافية. تمام كده كل المكونات مع بعض اتعجنت كويس جدا لحد ما قوامها معايا بقى خلاص املس وتمام جدا. عايزين نعمل عجينة يابسة يا بنات، مش عجينة طرية ملزقة، لا احنا عايزين عجينة تكون يابسة كده قدر الامكان. تمام. خلاص عجناها كويس في العجان. ببدأ بعد كده انزلها على الرخامة وبديها كده شوية عجنتين بسيطة معايا على الرخامة لحد ما احسها بايدي. العجين احساسه بالايد بيكون مختلف جدا عن العجين في العجان. هنا خلاص العجينة بقت تمام جدا معايا. كل الحكاية هحطها بس في حلة العجان او في بولة واغطيها ترتاح. العجينة ما فيهاش اي مادة رفع، لكن انا بس هديها وقت انها ترتاح شوية على ما نجهز الحشو. الحشو عبارة عن ايه؟ انا معايا لحمة كنت معصجاها قبل كده. معصجاها التعصيجة العادية خالص. لحمة وضعف كمية اللحمة بصل مفروم ناعم بيتشوحوا مع بعض على نار هادية بملح فلفل اسمر. بس كده خلاص بقت معانا اللحمة المتعصجة وعلى نار عالية طبعا كل ده، وبطفي عليها خلاص بمجرد ما تدخل في السوا. بعد كده ما اللحمة المعصجة تكون معايا باردة، انا في الحقيقة كنت مجهزة منها وحاطة في الفريزر عندي. فطلعت وحطيت عليها بصوا بقى التركة الحلوة جدا. مقدار حوالي مثلا 50 70 جرام من اللوز، مقدار الحبة اللي انتوا شفتوهم معايا دول. تمام. ببدأ كده اكسرهم تكسيرة خشنة معايا بالسكينة على البورد. وباخد اوراق من البقدونس، حوالي حزمة بقدونس على نص كيلو لحمة متعصجة. يعني نص كيلو لحمة متعصجة بعد التسوية عليها حوالي 50 ل 70 جرام من اللوز مكسراه ومفرماه كده بالسكينة. وكمان حوالي ورق حزمة بقدونس. تمام. كده خلاص اتخرطت معايا ناعم جدا. اهم حاجة واحنا بنشتغل يا بنات لازم دايما نسمي الله زي ما بنقول مع بعض دايما في الفيديوهات. بس كده خلاص بنزع عليهم باللوز وبنزع عليهم بشوية من الزبيب. عندي زبيب احمر وزبيب اللي هو الاصفر حوالي برضو 50 جرام 50 جرام. وبقلب كل الخلطة دي كده مع بعض. الزبيب بيديها تسكيرة مع اللحمة وبيبقى طعمها مش حلو اطلاقا، بيخليها طعم كده متجانس زي صور كده تحفة جدا. في ناس حبايبي كتير مش بيحبوا طعم البقدونس مع او الخضرة مع السمبوسة، عادي جدا نقدر احنا نتغاضى عنها. تمام. هنا خلاص قلبت اللحمة على جنب
وحطيتها على جنب كده. ببدأ بقى بمسك العجينة وبفردها زي ما شايفين معايا دلوقتي، بفردها لسمك رقيق. ببدأ بعد كده اقطعها دواير، وخدوا بالكم انتوا تقطعوا الدايرة كده بالراحة، ما تاخدوهاش يمين وشمال قوي علشان الدايرة ما تكشش من انحاء الدايرة، فاهمين قصدي؟ اللي هو وانتي واقفة مكانها كده على طول تقطعي الدايرة. بس خلاص هو جاهز معايا خليط الصمغ، مكون من معلقتين من الدقيق وعليهم شوية صغنطتين من المية، وبقلبه ببعضه. ده الصمغ اللي بلزق بيه أطراف السمبوسة. خلاص بعد ما حشيت السمبوسة، ببدأ بعد كده أحطها يا إما بإيديا يا إما في الجهاز اللي في إيدي دلوقتي. تمام. بعد ما بحشي السمبوسة في نص العجينة، ببدأ ان انا احط الصمغ ده او السائل الصمغ ده في الاطراف بتاعت السمبوسة، وبيلزق معايا فورا. هو مش محتاج بس مساعدة لانه ما يفكش معايا في الزيت. ببدأ بقى تقفليها بالطريقة اللي انت عايزاها، يا اما باطراف كده من الاطراف بتدوسي عليها بالشوكة، او بالايد كده زي ما بعمل. بصراحة الاتنين اسهل من بعض. بتجيبيها كده لف على قدام وتبدأي تلفي بيها على طول، تقفلي بيها الشكل بتاع السمبوسة. تقدروا تعملوها من دلوقتي وتجهزوها في الفريزر، تبقى جاهزة على طول، تطلع من الفريزر على القلي على طول. ما تسيبوهاش ابدا يا بنات تفك. الزيت يكون سخن على درجة حرارة وسط، تطلع السمبوسة من الفريزر على الزيت على طول. بعد كده ببدأ ان انا اهدي عليها الحرارة عشان تبقى تمام جدا، بس طبعا ما بهديش الحرارة قوي، بخليها برضو وسط. ببدأ أقفل بقى بالشكل ده، وبطلع الزوايد من حوالين الجهاز، والدنيا كده بتكون معايا تمام جدا. بمكونات بسيطة جدا في البيت، مش لازم أبدا نروح نشتري السمبوسة جاهزة بمبلغ وقدره، ومهما كان مش بتطلع أبدا العدد اللي انت عاوزاه، وكمان مش بتطلع الطعم والجودة اللي بالجمال ده. دي كده كانت خلاص آخر قطعة معانا من السمبوسة. قطعتها بالشكل ده، وهنا حمرتها معاك اهو في الزيت. ده حمرتها بعد حمام، يعني انا كنت محمره حمام في الزيت والسمنه ده. تمام. ويدوبك شلته، قلت عشان يبقى طعم السمبوسه واخد من طعم الحمام. وخلاص على كده. تقدري تحمريها في اير فراير، تقدري تحمريها على ورق زبده في فرن بوتاجاز، رشه من تحت ومن فوق زيت على سمنه، تتحمر وتبقى زي الفل. تقدري تحمريها في زيت او في زيت على سمنة براحتك جدا. المهم التحمير يكون تنزل الاول على درجة حرارة عالية، بعد كده تهدي درجة الحرارة لحد وسط، مش اكتر من كده. وتبدأي كمان تشيلي الزيت السخن فوق السمبوسة عشان تديها قرمشة بسرعة وتكون مستوية من فوق ومن تحت. وكده خلاص بقى معانا احلى طبق سمبوسة. سامعين القرمشة؟ تحفة تحفة تحفة. طبق تحفة جدا، طبق يشرفكم لو عاملين عزومة أو لو حتى على الفطار اليومي في رمضان. حاجة ولا أروع. يومي. سامعين الصوت؟ تحفة جدا. لايك وشير لو بتشوفونا لحد هنا. أتمنى تشتركوا في القناة علشان إن شاء الله يوصلكم كل جديد. دمتم دايما يا رب في رعاية الله وأمنه، ويعود علينا الأيام بخير، وكل بيوتنا مستورة ومليانة خير وبركة، ودايما زايدين مش ناقصين أبدا يا رب حبايب. يلا دمتم في رعاية الله. باي باي. لايك وشير.